مرحبا، كيفكم أصدقائي؟ شو أخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم حسب طلبكم اللي هو رح يكون نستعمل منتجات أو مكياج أو ميك اب من شي جلام عادي يعني بصير. طبعا مثل ما شفتوا بالفيديو السابق انه احنا اشترينا مكياج من شي جلام وقلتوا لنا نستعملهم. طبعا كتبتوا لنا بالتعليقات انه ام جود جرب المنتجات او المكياج واحكي لنا رايك، عشان هيك اليوم راح نجرب مع بعض واحكي لكم رايي في كل صراحه. تمام. نبلش يلا. طبعا ايش حابة انتم اول شايفين انا مش حاطه اشي على بشرتي. او شو بدنا نعمل اول شيء؟ الليلاس اول شغله بنحط برايمر. تمام. مثل ما شفتوا المره اللي فاتت البرايمر كان كتير فاتح، انا جربته على ايدي بس اليوم راح اجربه على بشرتي. امسكي الليلاس، هذا هو شيكلا. بسم الله. يلا. اهم شغله بحب المنتجات اللي اجيبها او المكياج بالاخص اللي احطه على بشرتي ما يعمل لي حساسيه. اذا عمل لي حساسيه مصيبه، ان شاء الله لا. تمام. راح ناخذ شويه لانه كتير ابيض، حس هذول كتار برضه. البرايمر اللي كنت اجيبه قبل انا ما كان لونه ابيض هالقد. ما بتحب تغمق مش تفتح. بحبش احط لون ابيض. بسم الله. لا خلص بكفي، حسيته كتير. خدي انت ليك تعملي؟ نعم بدي اجرب. يلا الناس تجرب معانا. بسم الله. اكيد انا بكره هيك بشرتي تكون الناس بشرتها حقيقيه فمش حلوه تحط لون ابيض كتير على بشرتها. خلص بفهم. ماشي حالها انبسط البشره بس يعني بعتنا ملمس هيك ناعم. تمام. اعطيني شوي. ايش بدك؟ خدي هاي حطيها. حلو. البرايمر حبيته بس اهم شغله ما تكتر، كانه المره اللي فاتت كتير كترنا صار. ممكن عشان هيك. لا منيح. منيح هيك حطيته. خلص منيح. تمام ممتاز. يلا الاشي الثاني وين لسه اللي هاي. الاشي الثاني راح نحط كونسيلر تحت العيون. طبعا انا مش دايما مش كل طلعه بحط منه. هي طبعا في المناسبات لانه بحس اني مش بحاجه كتير يعني انا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا ما بدي احط شوي انا هيك شوي هيك. ايش بعديها بدك هاي اذا حاب. تمام. انت ما بدك تحطي الليلاس صح؟ تمام. بسم الله. بس حسسته كانه جامد يعني مش شو بنسميه، رخو احنا ولا ايش بنسميه؟ مش عارف ايش بنسميه. بسم الله. لا هي مش جامد. لا منيح. لازم نجرب بعدين. ما نحكم على اشي من غير ما نجربه. لا بسم الله. بس برضه ابيض كتير ولا هو لازم يكون هيك ابيض؟ اللي عندي مش كتير ابيض. تمام خلص. بحبش اكتر انا. طبعا المفروض احنا قبل ما نحط الميك اب على بشرتنا نحط مرطب، نكون عاملين غسول لبشرتنا، محضرين بشرتنا قبل المكياج. بس انا يعني راح اجرب وامسحهم. فاهمين علي؟ بس تجربة. كيف اعمل؟ هيك اعمل. فكرة لما نحط مسكارة هيك. لا مش عارف. نفتح ثمنا. تمام هيك تمام. هسه بنيجي لاهم شغله اللي هي الفاونديشن. حسيته كتير ابيض برضه مع العلم اني انا جايبه درجه 2. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هسه بلش يبين. من جد؟ بدك؟ مش عارف. هاتي نقطة بس. خلص تمام. حبيت ملمسها كتير ناعم ملمسها. خلص يا ربي. بسم الله بسم الله. حلوه بتمد على البشره بس مشكلتها بيضة. شايفين؟ نقطتين. نعمل هيك. حلو. حبيت بس المشكله الوحيده اللي فيها انه بيضة كثير. ممكن اجيب برضه علبه ثانيه بس لونها لونها غامق وادمجهم مع بعض. ممكن عادي بصير.
ادمجي للاس. خدي هاتي. واحدة. خدي انت الصفرة. لا صح ما فيش هون. لا مشكلتها بيضة كتير بيضة، بس ملمسها كتير حلو. هيك. انا ما بحب اعمل كونتور وما بحب هاي الشغلات، يعني بحبش اتك المكياج على وجهي. شايفين فرق كتير بيضة، هذا الاشي اللي ضايقني فيها. لا انا ما كترتش عشان هيك ما رح تبين عادي. لا راح اجيب علبة تانية وادمجهم مع بعض. بدي اشوف. ماما بياض طلع بين اسنان لونهم اصفر كثر ما هو وجهي ابيض صار. يا ربي اعطيني شوي اشوف. خدي. سيئة جدا الصراحة للدرجة، يعني المفروض نجيب يعني رقم 3. حسيت حالي مثل الشبح. طيب الاشي الثالث اللي راح استعمله، شو رح نحط هسه للاس؟ مش عارفة. بطلت تعمل معاي. ليه؟ مش عارفة. بدي احط سيتنج سبراي، بحب احط في هاي المرحلة، وبحب احط كمان اخر اشي. ريحته حلوة. خلص يلا خذي. طيب نحط بلاشر نجرب. اه طيب تمام. انا اخذ منها. نستنى شوي لحد ما ينشف اللي على وجهي. يا لهوي يا لهوي درجة البياض اللهم بارك. لا طلع الفرق هون. طلع الفرق هون. يلا خذي ماما هاي. حط هون. حط هون. خذي. شو تسوي؟ هات اسوي هون عنك. بس بسم الله. اعطيني هنا كمان واحدة. خذي خذي. تفضلي. يسلم. وينها؟ اعطيني اياه. تفضلي. يسلم. اوه الدرجة كتير حلوة للاس، الزهر البارد كتير حلو، شوفوا كيف راح احط. بس كأنه بزبطش بالفرشاي. انا راح احط هيك نقطة هون. مش راح اكتر. هون واحدة وهون نفس الاشي هيك ما اكتر. بس هو بالعادة بنحط هون على عظمة الخد. هون هون. طب ما نحطه طيب. ماشي انا بحكي. فكرت. حلو اللون. اكيد راح اظبطه، يعني مش هيك راح اخليه. وهسه بدنا نحط ايش؟ اي شادو. الوانهم او درجاتهم كتير حبيتهم الصراحة، يعني بدك للاس. هم حاطين ريشة بس انا بحب انا استعمل هاي اللي إلي. ايش رايك بدنا انت نحط احط أي ولا لا؟ لون؟ ايش؟ ايش رايك؟ حطي يا ماما بما انه رح نمسحه. بعد دقيقتين. تمام راح احط من هاي الدرجة. بسم الله. حسيتها بتعلم بسرعة، بس في عندي علب انا كنت جايبها اي شادو قبل، صعب بحط طبقة واثنين وثلاثة وما بعطيني اللون. ما بعطيني اللون يعني اللي بدي اياه. اكتشفت هون ايش؟ استنى شوي كأنه في بتنشال ولا عن جد؟ ولا ضد هيك. لا بس مش مبين يعني. خدي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوه بعطيني اللون بسرعة. لا كأني كترت. لا كترت لازم اخفف منه شوي. يلا نكمل. شكلي كيف طالع. هسه نحط لا مش هاد ولا كحل للعين.
خلاص بطلت بدي احط. ليه؟ خلاص. طلع شو بعمل انا. اهم شغله الكحل اللي نجيبه للعين يكون يعلم وما يسيح. طبعا المكياج هون طالع غير، واللي على المراية هون طالع احلى حسيته. طلع. شايفين بعلم. يلا طيب هسه شو بدنا نعمل. انا بحب امده هيك لبرا لاني ما بحب احط زي الايلاينر. ايوه ما بحب احط. شايفين كيف؟ كمان بحب ادمجه من تحت عيني بفرشاي تاني، بس بهاي راح ادمجه. تمام. اخر اشي راح نعمله، لا مش اخر اشي الصراحة. طيب هذا قلم الحواجب. صراحة حبيت لونه. ليه؟ لأنه لما جربته على إيدي ما بيعطي لون كتير غامق، بيعطينا لون نفس لون الحواجب. طبعا أنا ورطت في اللون الغامق اللي حطيته فوق عيني، حاولت إني أخففه قدر الإمكان بس ما زبط معي. لازم أمسحه وأرجع عيد من أول وجديد. بس هي تجربة، هي تجربة. خدي شو بدي أنا؟ المراية. هاي ممكن تستعملوا ألوان أفتح لأنه على السريع بيمسك على السريع، مش مثل في علبة حكيت لكم عنها موجودة عندي ما بتعطيني لون، عشان هيك أنا أخذت أغمق درجة. ممكن لو أخذنا أفتح أو أفتح بيطلع كتير حلو. تمام. بس على فكرة على الكاميرا على الطبيعة على الكاميرا غير وعلى الطبيعة مختلف. استنى شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. حبيت لحد الآن أكتر إشي حبيته الحواجب، قلم الحواجب. الله بعطينا بس يعني بعبي الفراغات. حلو كتير حبيته. شايفين؟ بس عبى الحاجب ما أعطاني لون كتير قوي. أما اللون اللي حطه على عيني اللهم لالي راح أمسحه على طول. طبعا حواجبي أساسا هم عراض وما بحاول إني أخففهم، بحبهم هيك. شايفين؟ تمام. حبيت قلم الحواجب كتير كتير كتير، أكتر إشي حبيته. هسه رح نستعمل المسكارا. فيها ريش كبير بتيجي عريضة الرموش اللي فوق، واحدة صغيرة وواحدة اللي تحت. أيوة صح. هيا نرجع بناخذ المراية. وين المراية؟ بسم الله. حلوة. أعطيني كثافة للرموش. حلوة حبيتها. حطيت تحديد حواجب من ايه تحديد حواجب، تحديد شفايف من عندي. شايفين قديش انها بيضة؟ الحلو انها ما بتحور على البشرة. كنت خايف انها تحور بس هي ما بتحور. شوفوا هاللون ما احلاه. بحب هاي الالوان. الله. اعطيني المراية. خذي عشان خليني اخلص. لاس انت بتهزي بالتخت. راح تطلع الحمرة لفوق. بجنن القلم. الحمرة كتير حلو. طيب نرجع. عشان حكيت اللاس انا اللي حبيته المسكارا حبيتها. قلم الحواجب كتير حبيته. مثل ما انتم شايفين بعطيني لون كتير طبيعي. هذا القلم برضه لونه درجته وملمسه بجنن رهيب. حبيته كتير. ندمت اني ما طلبت اكتر من واحد الصراحة. تمام. اما الاشي اللي ما حبيته اللي هو البرايمر، حسيته كتير فاتح وحسيته سميك. مش عارفة انا، يمكن ما بعرف اذا بتوافقوني بالرأي ولا لا. شوف المسكرة كيف رفعت لعيوني، حاسة مش مبينة كتير على الكاميرا. طلع كيف. تمام. وايش كمان لاس حكيت لك اللي ما حبيته؟ شوف
هذا الدرجة آه. كتير فاتحة، يعني المفروض انا جبت اغمق من هيك. وين مكتوب الدرجة؟ هاي درجة 1 على فكرة. هاي عاد انا موصي على درجة 2. شوفوا 1. يعني لو جبنا درجة 2 مثل ما انا بدي كانت تطلع احلى على البشرة، بالنسبة لي احلى. بس هي فاتحة كمان. فاتحة كتير. سيتنج سبراي حبيته وريحته كتير حلوة، و ما بعرف حبيته الصراحة. بس هاي الشغلات اللي حبيتها وهاي الشغلات اللي ما حبيتها، ومش رح ارجع اطلبها مرة تانية. ما حبيته. لا هذا حبيته. حلو الميك اب للاس. بس مكترة هنا. وين؟ ما هي غلطة كانت بالنسبة لنا. بس قلتيلي. طب يا أصدقائي، وهيك كان فيديو اليوم. بس بدي منكم شغلة واحدة، تعملوا لنا لايك، اشتراك بالقناة. تستنونا فيديوهات تانية، رح ننزل فيديوهات كتير حلوة. وبننزل كل يومياتنا على الانستغرام. ايوه، وتابعونا على الانستغرام، بننزل كل يومياتنا هناك. وغير هيك يا اصدقائي، في كتير ناس حكت لي امجود طب احنا ما عندنا انستغرام، بس بدنا فيديوهات يوميه كل يوم. فانا ايش قررت اعمل؟ اللي بتنزليه انستا ممكن تنزليه هون كمان. لا ايوه، هن الفيديوهات اللي بنزلها على الانستغرام صرت انزلها بفيديوهات قصيره على قناتي الثانيه. رح انزلكم اياها، رح احط لكم اياها بصندوق الوصف. وهيك بنقدر نحكي لكم تصبحوا على الف خير. مع السلامه.